السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله البنات غنشارك معكم واحد التحلية أو ديسير اللي رائعة البنات. خليكم معايا نشوفوا. نبداو على بركة الله. غنحتاجو البنات نص لتر ديال الحليب، ونحتاجو البنات الفريز انايا قطعته وعصرت مع الليمون، درت مع السكر وخليته حتى طلق السيرو ديالو، عاد طحنته صفيته البنات. وغنحتاجو 2 معالق ديال السكر سنيده، 2 ساشيات ديال الفلون ونسم بالفاني. هنا البنات حبوب الشيا، ضفت عليها شويه ديال الحليب وشويه ديال العسل وخليتها ليله كامله البنات حتى طلقات. كيف ما كتشوفوا ولات عاقده. صراحه كتجي رائعه وصحيه حبوب الشيا. ودابا البنات غادا نضيف الحليب في كاسرونه، نص لتر ديال الحليب، وغادا نضيف ليه البنات ساشيه ديال الفلون ديال الفاني، وغادا نضيف 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادا نحركو مزيان البنات. وغادا ندير فوق البوطه البنات حتى الغليان، وانا كنحرك يعني استمر في التحريك البنات. من بعد ما غلى ليا الحليب البنات، دابا غادي نضيف الكؤوس على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا البنات. هكا البنات نحتاجو للسحور، الصراحه كيجي زوين بزاف البنات. عندي التحري به هو واعر وخفيف البنات. ودابا البنات غادي نخليه حتى يبرد، نحطو جانبا ونخليه حتى يبرد البنات. ودابا البنات بعد ما برد ليا الفلون، غادي نضيف عليه حبوب الشيا اللي انا البنات ضفت عليها شويه ديال العسل وشويه ديال الحليب وخليتها ليله كامله البنات. البنات ما تكتروش فيها الحليب بزاف، باش تجيكم هكا عاقده ما تجيش جاريه البنات. وبدا البنات نضيف الطبقه الثانيه ديال حبوب الشيا على الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صراحه حبوب الشيا زوينه بزاف البنات وصحيه، وكتعطي واحد المنظر لي زوين بزاف للفلون، وحتى نسمه رائعه ما شاء الله. غنستمر البنات حتى نوزع حبوب الشيا في الكؤوس، يعني كاملين البنات على الشكل هذا. بعد ما كملت البنات هذا هو الشكل ديالها. دابا غنحطها جانبا البنات. ودابا البنات نحضروا الطبقه الثالثه ديال الفريز. كيف ما كتشوفوا انا ضفت عصير ديال الفريز البنات، يعني سبق لي قطعت الفريز وضفت عليه عصير ديال الليمون والسكر وخليته تطلق داك السيرو ديالو. من بعد طحنته صفيته، خديت غير السيرو ديالو غير الماء ديالو هو اللي خديته البنات. هو اللي غادي نضيف عليه البنات دابا ساشي ديال الفلون ديال الفاني. وغادي نحركو مزيان البنات، وغادي نديرو فوق البوطه مع استمرار في التحريك البنات حتى يغلى. كيف ما كتشوفوا البنات انا ضربته فوق البوطه وانا كنحرك. البنات اللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك عندي في القناه فضلا وليس امرا. نتمنى المحتوى القناه ديالي ينال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم. ودابا البنات بعد ما غلا ليا الفريز، العصير ديال الفريز، بعد ما غلا ليا العصير ديال الفريز البنات غادي نضيف الطبقه الثالثه. والبنات انا غادي نضيف غير بالمعلقه كيف ما كتشوفوا بحال هكا، باش ما تفسدش ليا حبوب الشيا. خاصنا نحاول نكب غير بشويه باش ما يتكونش ليا ثقب في حبوب الشيا وطلع لي هي الفوق. يعني غنحاول بحال هكا غير كما كتشوفوا غير بالمعلقه. كيف ما كتشوفوا البنات نحاول بحال هكا، غنعمر المعلقه ونكب غير في الجنب بحال هذا الشكل هذا البنات، باش حبوب الشيا دابا الا خويت في الوسط
حبوب الشيا غادا تكون فيها ثقب وغتطلع ليا هي الفوق. على هادشي كنخوي انا البنات غير بشويه، بحال هكا نكب غير بشويه البنات في الجنب بحال هكا بمعلقه، ونكب البنات في الجنب حتى نكمل الكؤوس البنات اللي عندي. غادا نستمر البنات على نفس الطريقه حتى نكمل جميع الكؤوس اللي انا عندي. نضيف عليهم هاد الطبقه الثالثه ديال الفريز بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا البنات. من بعد ما كملت البنات دابا غنخليهم حتى يبردوا البنات. الصراحه كيجيو زوينين بزاف البنات، لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم رائعين. ودابا نخليهم البنات حتى يبردوا ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. دابا من بعد ما بردوا البنات هادو الشكل ديالهم البنات كيف ما كتشوفوا. انا هنا البنات زينتهم ب شويه داك خيم فريش في الوسط، وضفت لهم الطريف ديال الفريز. الصراحه جاو رائعين ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا جاو روعه. نحتاجهم بحال هكا السحور اللي زوين بزاف البنات وخفاف كيف ما كتشوفوا رائع. حاجه زوينه البنات كيشهي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات ويكون خفيف على القلوب ديالكم. اللي احتاجوا بحال هكا البنات للسحور اللي كيجي رائع البنات وخفيف بزاف. وبنات كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم زوينين، وكنشكرهم بزاف بزاف كاع المتابعين اللي كيتبعوني. وبنات اللي ما مشترك عندي في القناه اشترك عندي في القناه فضلا وليس امرا، وبارطاجي مع الاحباب ديالكم يوصلكم ديما الجديد. وما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخير البنات. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على القلوب ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.